عاملين ايه؟ إيه الاخبار؟ النهارده فيديو جديد. كل دولة وليها اساطيرها، عندك اليابان، عندك اليونان، اما المكسيك بقى فقررت تجمع ما بين كل اساطير العالم. النهارده هنشوف اغرب وارعب الاساطير المكسيكية اللي اتحداك تعرف تهرب منها. ولكن قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب للقناة، وفعل زر الجرس لكل كل جديد ان احنا بنعمله، واعمل شير للفيديو شيرك بايد غيرك، وحضر مشروبك، اكلك، شربك، عايز تخش حمام اتفضل، وكمل الفيديو لحد الاخر عشان احنا عندنا مشاكل في حوار ساعة المشاهدة. وخلونا نبدا مع اول اسطورة. اول اسطوره معانا لا يورونا، اتكلمت عنها في فيديو ولكن هتكلم هنا بشكل ادق شويه. فهنبدا يعتبر باشهر الاساطير المكسيكيه، واحده اسمها لا يورونا. صباح الفل. بتفضل تمشي بالليل كده وهي بتعيط وتصرخ، تقول اولادي 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 بتاع الجو ده. المشكله في القصه دي ان ليها اكتر من روايه، لكن اشهرها انها اطفالها هربوا، بقت روح هائمه تبحث عنهم اولادها. She went back to the river and ended her own life the same way she had ended her son's. وارتبط قصتها بالعياط القريب من نهر والميه وبتاع. من ضمن الروايات ان هي غرقت وهي بتدور على عيالها، او عيالها نفسها هم اللي غرقوا. And as a fire of sadness, rage, and confusion burned in her mind, she grabbed both of her sons by the head and held them beneath the river's surface until air bubbles stopped rising. فزي ما قلت لك الروايات متضاربه كتير يعني حضرتك لو سمعت واحده بتعيط الساعه 3 الفجر كده ماشي، اجري زي النداهه كده اجري. وندخل على القصه الثانيه. تاني اسطوره معانا هي اسطوره ناهوال. فيعني ملخص الحوار يعني ان انت تخيل جارك كده محاسب بمانجا الساعه 9 الصبح مثلا، ولكن بقى ايه المفاجاه؟ ان هو بالليل تحول لدب او ديب او نسر. La leyenda dice que los nahuales tenían capacidad de transformarse en diferentes animales, como lobos, coyotes, caballos, sopilotes, ranas, ajolotes, burros o guajolotes. سبحانه سبحانه يا ولاد سبحانه من واهب القوة. يعني بص ملخص الحوار يعني ان هو فولكلور مكسيكي، يعني ان هو شخص يعني عنده اعتقاد ان هو يملك قدرات الحيوانات. Pero eso no es todo, ya que se dice que al salir por las noches, los nahuales necesitaban cargar consigo un cinturón de piel y una prenda usada. Esto para que pudieran volver a su espectro humanoide. وغالبا الارتباط ده بيكون له علاقه بالسحر والمعتقدات الشعبيه يعني بعد الفيديو ده لو لقيت قطه بص عليك كتير مثلا اجري. وندخل عند ثالث اسطوره. ثالث اسطوره معانا هي El charro negro. دلوقتي بقى بص بقى الموضوع اتغير 180 درجه. يعني تلاقي راجل كده ماله هدومه، لابس لبس شيك، راكب حصانه وجاي يعرض عليك فلوس. Solo con un cruce de miradas, las personas y el charro sellan el trato al aceptar la bolsa de monedas de oro. شفت بسيطه خالص. انت طبعا هتفتكره في دماغك روبن هود، ويا بقى هو في مصر ده يعني بص مصر المزارع، مصر المصانع، مصر المقصة. فما تفرحش قوي يعني، لان الاسطوره دي بتقول ان الراجل ده بيغريك يعني بفلوس مقابل روحك. طب انا هعمل ايه بفلوس طالما انت خدت روح؟ Se cuenta que el charro lo castigará con su látigo infernal, capturándolo y azotándolo sin piedad hasta matarlo. Su alma será entonces recibida y consumida por Satanás. ويقال ان هو بيظهر للمسافرين، فممكن يكون ده من ضمن الاساطير اللي ممكن بطريقه ما ممكن تكون حقيقيه. يعني حتى الاشباح بقى عندها استثمارات، اديك فلوس بس تاخد روح. هو الشبح ده تحس ان هو شغال في التداول، باين حاجه زي كده. المهم تعالوا ندخل الاسطوره الرابعه. هننهي الفيديو ده باكتر اسطوره
مشهوره في المكسيك، واكيد انت سمعت عنها في كرتونات او حاجه زي كده، اللي تشوبا كابرا. هو حاجه عامله زي بقى قست العوه، هو ده بقى اسمه لوحده يخوفك. المخلوق ده والناس القرويين يعني كان بيقولوا ان هو بيهاجم المواشي ويمص دمهم زي المصاصين الدماء كده. A chupacabra, or goat sucker. Twice the size of a large dog, it was a furless animal that walked on its hind legs, yet ran on all fours. وبعدها بقت اشهر اسطوره حديثه اللي موجوده في المكسيك وجزء من امريكا اللاتينيه. يعني بالرغم ان هم ما عندهمش دليل علمي لوجوده، يعني هم ما زالوا مقتنعين بيه. Every leap year, or every 4 years, it would come to the farm for a sacrifice of 30 goats. If it didn't get what it wanted, then it would make the farmers pay. وممكن يكون الموضوع ابسط من كده، يعني ممكن يكون خيالات من عندهم، زي ما انا قلت لكم كده السلعوه. يعني السلعوه ده ايه؟ السلعوه ده ديب، فممكن بيقولوا مثلا ان ده عم ده سحر، ده مش عارفه ايه، ده ايه. وده ملخص يعتبر تشوبا كابرا، يعني ده يعتبر مصاص دماء، يعني حجمه صغير شويه. المهم يعني الحقيقه انا مش عارف المكسيكيين دول كانوا بيشربوا ايه، بس اللي انا عارفه يعني ان انت لو سافرت هناك شفت ولية بتعيط مثلا، او قطه بتراقبك، او راجل بحصان مثلا بيقول تعالى اوريك الحصان وهو بينور في الضلمه، اول طياره ارجع مطار وما تروحش مصر. يلا، ومصر والمكسيك ايه؟ ما هو واحد. بس كده خلصت. عشان لايك وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس كل جديد من اللي عم نعمله، واعمل شير لفيديو شيرك بيجيب غيرك. واتمنى تقول لي رايك عن الفيديو، ولو عايزين نعمل فيديو عن الاساطير العربيه اكتبوا لي في التعليقات. شكرا عشان مشاهدة الفيديو، اشوفكم في الفيديو الجاي وسلام. Loser, baby, a loser, goddamn baby, you're a fucked up little whiny bitch. You're a loser just like me.